سلام على اجدع ناس، واهلا بيكم فيديو جديد من مسلسل غبي مارو. فلو انت ما سمعتش الحلقات اللي فاتت سايبها لك في الوصف، وما تنساش تشترك في القناه، تعمل لايك للفيديو وتفعل الجرس لان فيديو النهارده من نوع مختلف. وخلينا نبدا. بعد ما غبي مارو هو ويزورها تحالفوا مع بعض على انهم يجمعوا معلومات عن الجزيره بمقابل ان غبي مارو يحميهم بقوته، وقفت وسط نقاش يامادا واغمي عليها، وتعرفنا على الاخرين اللي ما شاء الله عاملين احلى واجب مع الوحوش، وهما الاتنين في ظهر بعض. بعد كده بقى يامادا بتفهم الغيبوبه اللي هي فيها، بس بتصحى ما بتبقاش عارف هي ازاي وامتى بالظبط، زي نومه العصريه كده. فبتسال غينجي ايه اللي حصل وايه المكان اللي هما فيه ده. بيقول احنا قاعدين جوه جذع شجره ضخمه مجوف وما تلاقيش خالص، مفيش اي حشرات حوالينا، لان الاغماء اللي جالك ده بسبب ان في حشره قرصتك. فبتقوم يامادا تدور على غبي مارو، ولما بتخرج بتلاقيه عمال بيطحن في اعشاب كده، والسياف اللي جنبه ده عمال بيخيط في السلبوت بتاعه، ويزورها عامله عليهم مشرف قال ايه عامله واخده بالها منه. والظاهر ان غبي مارو بيحضر لهم في اكل، ويامادا واقفه بعيد كده بتسال هو الواد ده بيعمل ايه، هو بيشم ولا ايه. المهم بتروح تساله وبتقول له انت بتعمل ايه يا اسطى؟ لا ده انا لقيت بس نفسي جعان قلت اما اعمل لنا شويه اكل كده نتسلوا فيهم. والسياف بيقول لها وانا لسه بخيط في السلبوت بتاعي. فبتقول له انت اصلا مش قلت لنا هندور على الاكسير مش هنضيع وقت؟ بقول لها هنملى التانك وبعد كده نبقى نكمل في الرحله المهببه دي. ويزورها بقى بتنشكح قوي ان هم خلاص هياكلوا، وبتنصدم من المنظر الاكل اللي مار عامله، وبتقول له الله يقرفك يا عم انت عاملنا زبل. بقول لهم ما تقلقوش يا جدعان، الاكله دي جامده جدا بياكلها الشنوبي لانها بتستعيد جزء كبير من طاقتهم. واثناء ما هو بيقول لهم عن وصفات الاكله، ولما كان ماشي في الجزيره بيجمع شويه خضروات وانه يلاقي الفاكهه دي ابدا، رغم انه استكشف جزء كبير جدا من الجزيره. فبتقول له يزورها ها كمل وبعدين وصلت لايه؟ بيقول لها اولا انا ما استكشفتش الجزيره كلها علشان اتاكد اذا كان الاكسير ده موجود ولا لا، وكل اللي علينا ان احنا ندور على اي حاجه شبيهه للرسمه دي، بس ده ما يمنعش ان اكسير الحياه مش موجود، لانه متاكد انه موجود، لان شفت شيخ القريه يترشق في كميه اسهم وسيف في دماغه وما زال عايش، واكيد اخذ من اكسير الخلود ده. وبيقول لهم مارو ان النباتات الموجوده على الجزيره دي ممكن يكون اساسها البشر. ويزورها اول ما بتسمع الكلام ده بتقول له الله يقرفك ايه اللي انت بتقوله ده؟ بيقول لها متخلفه، ما هو في نباتات اساسها البشر وفي نباتات عاديه جدا، ودي اللي انا جمعت لكم منها علشان اعمل لكم منها الطفح اللي انت بتاكليه ده، انما الرسمه اللي شبه الاكسير دي فما لقيتهاش. فبيقول له سيف على فكره يا صاحبي مش شرط يكون الاكسير ده شبه الرسمه بالظبط، ممكن تكون دي صوره تقريبيه. الغريب بقى في الموضوع ان التماثيل اللي موجوده في كل مكان دي واللي معموله باحترافيه جدا، وعشان نلاقي الاكسير ده فلازم نستكشف التماثيل دي نعرف ليه هي موجوده، والاكيد ان البشر هم اللي صنعوا التماثيل دي، فهل بقى هم لسه موجودين ولا الله يرحمهم؟ بتقول له يا مضى اكيد من الصعب ان البشر يعيشوا هنا بسبب الكائنات الغريبه المريبه دي، ده غير الحشرات اللي ربنا ياخدها عامله لنا قلق طول ما احنا قاعدين. والغريب في الموضوع ان انا لما قطعت جزء من الوحوش دي لقيت تكوينها شبه تكوين البشر، ولكن ما عندهاش اي اعضاء داخليه. بيقول لها السياف وحوش زي دي لا بتاكل ولا بتشرب وعايش على قيد الحياه، يبقى اكيد اخدت الاكسير. بيقول له مارو حلو قوي الكلام ده، طالما ان الوحوش دي ما عندهاش اعضاء داخليه يبقى اكيد هم اخدوا الاكسير واللي سبب لهم في حدوث تغير جيني خلاهم عايشين لحد هذه اللحظه، عشان كده لازم الاقي الاكسير ده عشان اخد العفو واروح للحته بتاعتي واعيش معاها بقى حياتي في سلام واستقرار. بتقول له يزورها انت هتعمل كده فعلا، بس لما ربنا ياخدك انت وهي. بيقول لهم السياف من الاخر احنا لازم نعرف سلوك الوحوش دي علشان نقدر نتعامل معاهم ونتفادى مخاطرهم. بعدين يامادا بتروح تقف لوحدها وبتتمعن في منظر الغروب، وبيجي لها غنج بيقول لها بقول لك ايه ما تشوفي لي كده مركب وتنفدي بجلدك من الجزيره النحس دي. بتقول له هرسون انت عايزني اسيب غبي مارو واهرب من المهمه بتاعتي؟ انت متخلف. بيقول لها ما تقليش يا ست الكل انا هاخد بالي من غبي مارو، وبعدين ما وريش حاجه، المجرم اللي كنت معاه ربنا اخده، وادينا قاعدين ما ورناش حاجه، وبما انك انثى فانت لازم ترجعي لعشيره الاصايم وتعرفي مهمتك ايه في الحياه، هي انك تتجوزي وتنجيب اطفال اقوياء، وبصراحه كده وجودك هنا في الجزيره دي ملوش اي 30 لازمه، عشان كده لازم ترجعي، ولو القاده سالوكي يقولوا لهم ان انا مسكت مكانك في المهمه. بس يا مضى تصدمه باصرارها على انها عايزه تكمل في المهمه حتى لو ده كان على حساب حياتها. فبينبهر غنجي بروح القتاليه اللي عندها وبيقول لها خلاص يا اختي بما انك هتكملي في المهمه دي حتى لو اتكلت على الله وذهبتي الى الجحيم، انا بقى عايز اسالك سؤال، هل انت فعلا عندك القدره والجراءه اللي تخليكي تقدري تقتلي مارو حالا؟ لان بصراحه كده مش متاكد من الحوار ده، لانك فقدت السيف اللي يعتبر هو روح شجاعتك بالنسبه ليكي كسيافه مقاتله. وبيجي الاصايمون التاني يحشر مناخيره في الموضوع ويقول لهم اصلا يا جدعان من الصعب ان حد يغادر الجزيره، لان الموضوع مش بالسهل كده، لان اي حد هيفكر يخرج من الجزيره دي هيبقى مصيره المحتوم هو الموت.
في الجهه الثانيه بنشوف اسايمون ومجرم بيحاولوا يهربوا من الجزيره في وسط امواج عاليه بالنسبه لمركب كحيان زي اللي هم راكبينه ده. وبنعرف ان اسايمون ده اسمه تنزا، وبيقول له المجرم يا صاحبي انت عمال تقدف على الفاضي وتعبني معاه. بقول له انا مش فاهم برضه، وضح اكتر. بقول له يعني المفروض تعرف اتجاهات الرياح علشان تعرف توصل للشط. بيقتنع الاسايمون وبيقول لنفسه ايه التخلف اللي انا فيه ده، انا ازاي ما فكرتش في حاجه زي دي. وبيقول له المجرم يا زميلي انت اخدتني غصب عني عشان نهرب من الجزيره وما ادتنيش فرصه حتى ان انا ادور على الاكسير، وبالتالي انا لما ارجع مش هيدوني فرصه اقول لهم سلام عليكم وهيعدموني على طول. بيقول له ما تقلقش ولا احنا اول بس ما نوصل بالسلامه اكلم لك الشوغن واقنعهم ان هم يعفوا عنك، وبعدين هانت يعني اهي احنا قربنا نوصل للسفينه الكبيره. ولما بيشوفها وبيشاور له عليها، بس لما بيقربوا شويه بنصدموا حرفيا من منظر السفينه وان هي متدمره، من غير كميه السفن التانيه اللي عامله زيها كده، والواضح ان مفيش اي حاجه قدرت تتخطى ما بعد السفن دي. وظاهر ان في وحش شبه الاخطبوط او هو اخطبوط ما بيديش لحد فرصه ان هو يعدي من المنطقه دي، واول ما بيشوفه بيطلع السيف على طول وبيقول له المجرم انت بتعمل ايه متخلف انت، ولكن ما بيلحقش يكمل كلامه بيلاقي الاخطبوط نازل عليهم وبيدمر المركب حرفيا. ولكن بكل مهاره قدروا ينقذوا نفسهم. والسيف بيقول له بقول لك يا زميلي يلا بسرعه ندور على مركب والا سنفطك هنا من هذا الاخطبوط اللعين. والاخطبوط بيهجم عليهم والسيف ما شاء الله عامل معاه الصح. تعالى بقى اعرفك على مين هو المجرم ده وايه اصلا اللي جابه الجزيره. اسمه نورجاي وانه اخر شخص متبقي من عيلته. وفي يوم بيقابل شويه من الشوغن وبيكونوا تايهين وبيقول لهم انا ممكن ادلكم على الطريق، بس اول ما بيشوفوه بيعرفوا ان هو من قبيله منشقه اختاروا ان هم يعيشوا في الجبال عشان ينعزلوا عن البشر. وبيضحك عليه الشوغن وبيخليه يدله على مكان قبيلته، وبالفعل بيوصلوا وبيقتلهم كلهم وما بيسيبش فيهم حد عايش. وبياخد نورجاي عشان يعدمه قدام كل الناس علشان يبقى عبره لاي حد عايز ينشق عنه. ولما بيروح السجن بيحكي قصته للسيف اللي معاه وبيتعاطف معاه جدا وبيديله على طريق الجزيره، وبيقول له صاحبي انت ما قدامكش غير طريق واحد وهو انك تروح الجزيره عشان تقدر تاخد العفو والرسم. وبكده نكون عرفنا ايه اللي جابه للجزيره دي. نرجع بقى وهم بيجروا من الاخطبوط وفجاه بيقابلوا السيف اللي كان على المجرم العملاق اللي واجه مارو في الحلقه اللي قبل اللي فاتت، وشكله كده اتقرص من حشره واتعمل معاه الجلاشه. بيحاولوا يكلموه ويشوفوه اذا كان عايش ولا ميت ولكن ما بيلحقوش، وعلى طول بينزل عليه الاخطبوط ويفلقوا نصين وبيلاقوا نفسهم متحاصرين من الاخطبوط من كل جهه. وقتها بيفقد نورجاي الشغف وبيبدا يستسلم لمصيره. فبيقول له السيف انت بتعمل ايه يا حبيبي، انت جاي تموت دلوقتي وتسوحنا؟ بيقول له بصراحه كده انا قرفت وحاسس ان كل اللي بيحصل لي ده عقاب بسبب اني كنت السبب في هلاك عيلتي. وهنا الاخطبوط بيهجم عليه ولكن السيف بيقدر يحميه على اخر لحظه وبيقول له ما تسترجل كده هلا في ايه، ما تستسلمش بالسهوله دي. وبيكون الاخطبوط عمال بيهجم عليه وهو بيتفادى كل هجماته وبيقول له ما تقوم تعمل حاجه في دنيتك دي بدل ما انت سايبني كده لان بدات اجيب اخري. ونورجاي مستغرب هو ليه مصر يحميه. فبيقول له السيف من الاخر كده لو نفسك تعيش يبقى ما ينفعش تموت. ايه ده يا عم هما الاثنين نفس المعنى يا اسطى. وهنا نورجاي بيتحمس فشخ وبيديله الساموراي سيف وبيقول له قوم يلا لان في مركب لسه سليم ولازم نخلص على الوحش ده علشان نرجع للجزيره. وبالفعل بيقدروا يخلصوا على الاخطبوط وبيرجعوا لجزيره الجحيم، وبعد كده بيقرروا يتنوا على الشط وما يخشوش الجزيره ابدا ويدوروا على طريقه تانية للهروب. وبيقول له احنا لازم نرصد اتجاه الرياح بالظبط عشان نقدر نرجع لموطننا بسلام. وبيقول له حتى لو قدرنا نحصل على اكسير مش هنقدر نرجع بالطريقه دي. وبيقرروا يستريحوا ويغسلوا جسمهم على الشط. ولكن السيف بيقول له يا اسود ايه ده يا اسطى، ايه ده يا ست انت، ايه يا عم ده. واسمك فجاه نتفاجئ ان نورجاي اصلا بنت مش ولد. المهم في الجهه الثانيه بيكون غينجي لسه بيقنع في يامادا انها تسيب الجزيره وترضى بانها تبقى ست بيت. وبقول لها بقول لك انا هشوف لك مركب دلوقتي عشان تمشي من الجزيره دي. وبيعوم على العوم الثاني وبقول لها انا اتفق معاه لان الجزيره دي خطيره جدا. بتقول لهم في الحقيقه انا مش هقدر اسيب غبي مارو لانه انا متاكده ان هو اتغير 180 درجه من ساعه ما جه هنا الجزيره وانه مش نفس الشخص اللي كان في السجن. وبتفتكر ساعه ما كان مارو بيساعدها وبيحميها من الوحوش اللي في الجزيره. وبيقول لها الاسامر خلاص يا اختي طالما انت مصره تنيكي هنا فما حدش هيغصبك على حاجه. وفي الليل بيكون مارو قاعد لوحده وبتطب عليه مضى فبيقول لها انت هتنيكي تراقبيني لحد امتى؟ وبتقول له انت مال اهلك ده شغل من اصله. وبيبدا يعتذر لها ان هو جرحها وكان سبب في اغمائها وبيقول لها ان هو متشكر جدا ان هي غيرت حياته 180 درجه وخلت عنده امل ان هو يرجع لزوجته. بتقول له بالعكس انا اللي بشكرك لانك قدرت تخليني اتغلب على مخاوفي. بيقول لها خلاص يبقى احنا لازم نلاقي الاكسير ده علشان نقدر نرجع لحياتنا الطبيعيه. وفي تاني يوم غينجي بيجي لها وبيقول لها انا جبت لك مركب بره عشان تاخديه وتمشي من الجزيره. بتقول له يا ابني انت متخلف وانا مش قلت لك ان انا هتنيني هنا عشان اراقب مارو؟ بيقول لها يا ست ما تقلقيش انا هاخد باله منه وراقبه وبعدين ما تنسيش ان دورك في الحياه انك تكوني ست بيت محترمه كل هدفك انك تنجبي اطفال. عشان كده لازم ترجعي على سيره الاسايمون وتستني الحلال اللي يجي ياخدك من بيتك وتتجوزوا وتعيشوا في تبات ونبات وتخلفوا صبيان وتعملوا حاجات. بتقولوا بس متخلف انت تفكيرك حيواني جدا وانا عمري ما هرضى ان انا اعيش حياتي كبهيمه ومش هتخلى عن حياه الاسايمون واعيش حياتي البهيمه دي. احب اقول لك ان مارو غير فيها حاجات كتير جدا وخلاني اقدر اتغلب على مخاوفي. بيتعصب عليها جامد وبيطلع السيف بتاعه وبيديها بيه ولكن فجاه ما بيلاقيش السيف بتاعه وبيقول لها انت قدرت تاخديه امتى؟
امتى، ولكن فجاه بيسمعوا صوته بيطلع مجرم خطير جدا وما بيسميش على حد، ولسه البنت هتحذره ولكن بيطير نص بطنه حرفيا. احب اصدمك واقول لك ان بكده فيديو النهارده خلص. متحمس اشوف الحلقات الجايه معاكم لان هي الحلقه المنتظره، فما تنسوش تاكدوا انكم فاعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. واشوفكم فيديو جاي على خير وبيس.